أرد أسمعك صوت على حيله غشمة وحسبنا وياك مال الطويلة. ماتت ويا الميتين ذيك الشفاقة ماتت ويا الميتين ذيك الشفاقة وكلش رخص بالسوق سعر الرفاقة. أنا من أصل ما باع ويصعدة السوق من شالوا الخوان ظل يبرى للنوق. من جلده طلع خيط والظم وش البيه من جلده طلع خيط والظم وش البيه وما خلى هذا وذاك يتورج عليه. مثل بحنين عليك ما حنت قلوب مثل بحنين عليك ما حنت قلوب كن المضيعة اثنين ويحل الغروب. شايف رماد النار من تهفة النار شايف رماد النار من تهفة النار هي كان قلبه عليك يا المبتعد صار. قالوا نسيت هواك قلت لا تكذبون قالوا نسيت هواك قلت لا تكذبون هسات سامر بي قلبه ويا العيون. شفتك شفت مصباح ما منه مصباح شفتك شفت مصباح ما منه مصباح مثل جلاد البور من تلقى فلاح. شبشت بعضيان لما انحلى وغار شبشت بعضيان لما انحلى وغار شبشت بعضيان لما انحلى وغار. ذبان باول شوط ورد الفجار. وطبعا استاذ سمير الى اني ما اقدر اطالك بس خاف يصير انحيازه يعني كل الديوانيه لازم طبعا نستذكرهم. الاستاذ طاهر شريف يقول ذن العجاف اللي قال يوسف عليه يتفرزن الكواك ودون بيه. تعال خلينا نتناقش عليه نسولف. دارميات كثيره يعني سنة. شلون شي يقول ذن العجاف اللي قال يقول ذن العجاف اللي قال يوسف عليه يتفرزن الكواك ودون بيه. الله يخليك. اكو ابيات هو هسه ما اعرف حتى اسمائهم. يقول حط يمنته بيمناي نعم ومد يسرته يبوق الله ليش انا ملحي يصير ماسخ بالحلوق. الله 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 الله. اي فانا قلت له مثلك دخت بسنين يوسف هذني وهم حرت بالكواك ودوني كني. الله الله يخليك. بعد الديوانيه ايش تذكر؟ هواي طبعا الدارميات الديوانيه كثيره يعني. هذا مثلا يقول حيهم صحت لك راح يتششف الحال الحق قبل لا يصير مضحك للانذال. الله حيهم اي والله صحت لك حيهم بعد ما اصيح حيهم بعد ما اصيح لوهد بالحزام. هذا بعد بالمناسبه الدارمي لي هذا استذكرنا. نعم حيهم بعد ما صيح لوهد بالحزام شي ما بقت يا حيف للحيهم. الله الله جميل جدا. الله يحفظك. عموما هو الدارمي يحمل قصه كبيره في يعني في بيتين او بيت صدر وعجز. نعم. يعني هذا فد قيمه كبيره يعني ممكن تاخذ من الابوذيه 4 اشطر ممكن يتحمل قصه ويتحمل وبه جماليه كثيره جدا. نعم. لكن الدارمي هو سطرين يعني عجز صدر وعجز. نعم. ويحمل قصة كبيرة. نعم. هسه مثل ما يقول حيهم بعد ما صيح. نعم. لوهد بالحزام. نعم. هاي ممكن أن نتخلى عليه فد قصيدة فد قصة كبيرة جدا تقول إنه واحد عنده خوان. نعم. بعد يهد وحده حتى إذا ما عنده خوان يهد. حيهم بعد ما صيح لوهد بالحزام. نعم. شيء ما بقت يا حيف للحي. الله الله. هذا شلون يقول أبو الديوانية يقول حلال أشوفه يقول ان بقت مو شبليل الضحى العالي. الله. من الموروث قديم للديوانيه. نعم. ان بقت مو شبليل الضحى العالي وبعين اشوف انذال ترعى بحلال. نعم الله. دارميات كثيره. جميل جدا يعني الدارمي. انا مرات اكو بيت ايضا ما اعرف هو لاهل السماوه او يقول شايف زليخه شلون دوهنها يوسف. نعم. هيك انا حال عليك بس ما اسولف. نعم. ايضا هو كان في احدى الحلقات قريتها لكن الشاعر ماله ايضا شفته. نعم. في السماوه اعتقد وقال لي هذا الي. نعم. وراح من بالي تحياتنا لكل شعرائنا في السماوه. بالمناسبه احنا ما نقدر يعني الحلقه ما نختصرها يعني لا نريد نحكي في 3 حلقات. لا احنا لانه انت من الديوانيه. نعم فتطرقت لهذا الموضوع لان الديوانيه عندكم ارث كبير جدا في هذا الموضوع. دارميات بالديوانيه كلش كثيره لان قلت لك كان السلام عليكم بالديوانيه فهو دارمي. أي. وخاصة الدغارة يعني معروف. نعم. الدارمي مثل بدر اللطيف الدغاري
إلى دارميات يعني كثيرة كثيرة. يعني أحد الدارميات يقول جرب صديقك يوم غثه بحكايات. الله وشوفه بوجهه زعلان شو يسوي وياك. هذا كبير جدا هذا الدارمي. نعم استاذ ستار، نسمع قصيده حتى نعود للقصيده. يراد لنا حلقه بالديوانيه على الابوذيه ان شاء الله.